السلام عليكم واهلا وسهلا بكل متابعين قناه بيت الزملكاويه. فيديو جديد عن اخر اخبار وكواليس نادينا الملكي. في فيديو مهم جدا بطلب من كل زملكاوي ينزل في الكومنتات يدعم شيكابالا. انا عارف ان في ناس كتير زعلانه من شيكابالا وفي ناس كتير جدا هتقول لك ليه ندعم شيكابالا ومش عارف ايه، وضيع السوبر وخلى الاهلاويه يتكلموا وخلاهم طلعوا كده او قدام قبله الحياه وحاجات كتير جدا. انا معاك في كل ده والله، ومعاك ان ضربه جزاء اتشاطت بشكل غلط وما زلنا بنتكلم، ولكن مش لازم لما نيجي نفكر ننتقد لاعب او نتكلم يبقى بالشكل ده، خصوصا ان شيكابالا اكيد لن يقصد اطلاقا ان هو يضيع ضربه جزاء، واي لاعب ممكن يضيع ضربه جزاء، واكيد هو كان عاوز يحط الكوره ويكسب، واكتر واحد شايل هم الفرقه هو شيكابالا. تمام، ده غير كمان انه مش هو اللي زي ما الناس بتقول كان عايز ياخد اللقطه والاحتفال ودخل بالعافيه. سيبك من كل الكلام ده شغل اهلاويه اللي هم اصلا بيكرهوا شيكابالا. يا جماعه الاهلاويه بيكرهوا شيكابالا، فاحنا ما نمشيش وراهم اللي احنا ندمر اللاعب. انا ليه بقول لك الكلام ده وليه بقول لك ادعم شيكابالا وبقول لك برضه ادعم اكيد الثلاثي المحتجز. نتمنى ان هم يخرجوا ان شاء الله كلها ساعات، والمحاكمه بتاعتهم اللي هي هتكون غدا الثلاثاء ان شاء الله، نتمنى ان هم يخرجوا، ونتمنى بعد ما يخرجوا مجلس اداره نادي الزمالك بس مش عايزين نلمح دلوقتي ان هو ياخد مواقف جيده على اللي حصل، لان دي اهانه للاعيبه نادي الزمالك والاهانه لمصر وحاجات كتير جدا. تمام، فشيكابالا لا دخل هو قال لك انا هشوط الكوره بالعافيه ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص. شيكابالا يا جماعه نفسيته في حاله سيئه جدا لدرجه ان هو استاذن اليوم وما حضرش مباراه نادي الزمالك. طبعا هو استئذان عشان بس الناس برضه اللي هتقول لك اصل هو بمزاجه ومش لا، هو استاذن من المدير الفني والمدير الفني اداله الاذن مفيش اي مشكله، فهو حالته سيئه جدا. فاحنا جمهور نادي الزمالك احنا لازم نوقفه، ده شيكابالا. وطول عمر جمهور الاهلي دايما بيعلق او بينتقد شيكابالا عشان هم عارفين قصه امكانيات شيكابالا عامله ازاي وقوه شيكابالا عامله ازاي، فاحنا لازم ندعمه. ده كلامي، فاللي عاوز يدعم شيكابالا يكتب له في الكومنتات رساله اتمنى الناس كلها تدخل، وبرده دعم الثلاثي المحتجز وعباره نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وما تنساش اللايك. ناخد بقى جوميز بيدرس الدفع باحمد فتوح في هذا المركز. علمنا ان الجهاز الفني للفريق الكروي بالنادي بقياده جوزيه جوميز بيدرس الاستعانه باحمد فتوح في المباراه القادمه. بالطبع الجميع يعلم اخر ما وصلت اليه ازمه احمد فتوح، حيث القضيه التي سيتم نظرها للنطق بالحكم في الشهر القادم، لكن اللاعب يخوض تدريباته بصوره طيبه في الفتره الاخيره، وعلى هذا يدرس جوزيه جوميز الاستعانه بخدمات احمد فتوح في مباراه البنك الاهلي، ولكن ليس في مركز الظهير الايسر مركزه المعتاد، لكن جوميز يريد الدفع باللاعب في وسط الملعب ومركز رقم 8، حيث قام جوميز خلال الفتره الاخيره بتجربته في هذا المركز وظهر بشكل جيد. زي ما انتم عارفين محمود بن طايق اعتقد هو خلاص بقى حاجز مكان بشكل كبير جدا اساسي، ويعني ربنا يبعد عنه الاصابات وحاجات كتير، لكن هو بجد محمود بن طايق حاجز المكان ده خلاص. جوميز بيستعد حاليا لوضع لائحه جديده للفريق، حيث يستعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لوضع لائحه جديده لفريق الكره في المرحله القادمه. جوميز بيستعد لوضع هذه القائمه كي يكون فيها مبدا ثواب وعقاب للجميع، ما يساعده على فرض حاله من السيطره على اللاعبين الى جانب تحفيز اللاعبين، لكن الهدف الاساسي من هذه اللائحه هو زياده تحفيز اللاعبين لتحقيق اكبر من الانتصارات في الفتره القادمه. خلاص كلها ايام سيبدا بطوله الدوري، واكيد كلنا منتظرين بدايه قويه لنادي الزمالك، وان شاء الله الدوري يكون من نصيب نادي الزمالك، ونتحمل الفتره دي لحد لما نكون لحد لما نوصل كده ليناير ونجيب صفقات. جوميز تمسك بهذا المدافع الشاب، حيث كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني من اللاعب الصاعد احمد مجدي ولاعب مدافع صاعد من قطاع الناشئين بالنادي. كان هناك حديث حوله في الايام الماضيه بشان موقف جوميز منه. مصدر في الزمالك تحدث واكد ان جوميز قرر الابقاء على المدافع الصاعد في قائمه الفريق في الفتره القادمه لقناعته باللاعب وبامكانياته، واتم المصدر جوميز يرى ان اللاعب لديه من الامكانيات ما يؤهله للتواجد في المرحله القادمه مع الفريق. سبب بقى تاجيل تفعيل الزمالك لبند شراء محمود بن طايق، كان في كلام برضو عن ان نادي الزمالك هيفعل بند الشراء، حيث علمنا سبب تاجيل تفعيل مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن حسين لبيب لبند شراء المغربي الدولي محمود بن طايق ظهير ايسر الفريق الكروي، وتاكدنا ان القلعه البيضاء لم تفعل بند الشراء حاليا لانه يتطلب دفع مبلغ يقترب من $1,000,000 لنادي سانت تيان الفرنسي، المبلغ الذي يمثل عائق امام الفارس الابيض بتفعيل بند الشراء حاليا، وربما ينتظر مسؤول الزمالك انفراجه ماليه الفتره القادمه من اجل تفعيل بند الشراء بجانب الوقوف على مستوى المغربي الدولي بشكل نهائي قبل تفعيل بند الشراء. ثلاثي الزمالك اصبحوا جاهزين حاليا للفتره القادمه، حيث استأنف الفريق الكروي بالنادي تدريباته اليوم استعدادا للمرحله القادمه، وبعد راحه 3 ايام بعد العوده من الامارات وخوض مباراه السوبر المصري عاد الفريق للتدريبات استعدادا لمباراه البنك الاهلي. في المران خاض الثلاثي محمود بن طايق محمد شحاته محمد السيد ثلاثي الفريق لتدريبات جماعيه بصوره طبيعيه. الثلاثي الذي كانوا يعانوا من اصابات مختلفه تعرضوا لها في مباراه نهائي السوبر جاهزين الان للمشاركه مع الفريق في اول مباراه في بطوله الدوري. تعالوا بقى ناخد هل ما زال نادي الزمالك هيجيب صفقه اللاعب ايجاريا، وهل ما زال جوميز متمسك بهذه الصفقه؟ هنا بقى الكلام المهم. وفقا لبعض الكلام
في التفاصيل وجلسه البرتغالي جوزيه جوميز مع الاداره بخصوص الفتره القادمه. جوميز حتى الان متمسك بضم اللاعب او مازال بيعرض اللاعب الانجليزي اوفي ايجاريا، اللاعب اللي سبق وتواجد في القاهره وما تمش الاتفاق معاه نظرا ان هو ما رضيش يتخطى حاجات معينه او بالنسبه اللي كان فتره التدريب بتاعته والكلام ده، هو كان عايز يمضي عقد على طول. جوميز وبكل صراحه اشتكى من ضعف دكه البدلاء من الاخر، هو اشتكى عادي بس ما قالش همشي زي ما الاعلام بيقول ولا هعمل ولا هسوي ولا الكلام ده، ويرى ان الفريق في حاجه للاعب مميز وسيكون اضافه للفريق. واكد الاداره ان مباراه نهائي السوبر الاخيره كان من الممكن ان يحقق الفريق الفوز لو كان هناك لاعب مثل ايجاريا مع الفريق، حيث اكد ان لقاء مثل هذا كان يحتاج لاعب بمواصفات هذا اللاعب. وميز اكد الاداره انه من الممكن التعاقد معه الان كونه لاعب حر على الرغم من غلق باب الانتقالات، وهو ما تبحثه الاداره اذا كان يمكن التعاقد معه الان او في فتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير القادم. ده بالنسبه كده لقصه اللاعب ايجاريا. حتى الان يا جماعه في كلام ان مازال جوميز متمسك باللاعب ومازال بيعرضه. ناخد بقى تفاصيل جلسه جوميز مع اللاعبين على هامش المران، حيث استأنف الفريق الكروي بالنادي تدريباته اليوم استعدادا للمرحله القادمه بعد راحه 3 ايام بعد العوده من الامارات وخوض مباراه السوبر المصري. عاد الفريق لتدريبات استعدادا لمباراه البنك الاهلي في الاسبوع الاول من بطوله الدوري. في المران عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني جلسه طويله مع اللاعبين للحديث عن الفتره القادمه وليس تبدا ببطوله الدوري العام. جوميز طلب من اللاعبين نسيان صفحه الماضي والتركيز في المرحله القادمه، مطالبا بان تكون روح الانتصارات دائما موجوده لتحقيق الفوز واسعاد الجماهير. واشار ان الفريق لديه بطولتين هم الدوري وكاس الكونفدراليه، مطالبا بالقتال في الملعب ولتحقيق الفوز في هذه المباريات. واتم جوميز حديثه بالحديث عن ثقته الكبيره في اللاعبين لتحقيق الاهداف المطلوبه منهم في المرحله القادمه لحصد الالقاب والبطولات. من جديد تعليق اسلام صادق على عقوبات الكاف الظالمه ضد نادي الزمالك، العقوبات الغريبه، العقوبات اللي احنا يعني اعتقد عمرنا ما نشوف عقوبات بالشكل ده. استمرارا لمتابعه ردود الافعال بعد العقوبات المضحكه الصادره من الاتحاد الافريقي ضد الزمالك بشان مباراه السوبر الافريقي، عقوبات بلا سبب وبلا معنى بشهاده الجميع، حرص الناقد الرياضي اسلام صادق على التعليق عليها من جديد، حيث كتب ساخرا: من الافضل ان يخصص الكاف لائحه عقوبات للزمالك، كلما حصد بطوله نال حزبا غرامات عقابا له حتى لا تقوم له قائمه ولا يهدد مصالح الانديه التي تخشى عوده الابيض لريادته الافريقيه بعدما صار سيد اسياد افريقيا عقب حصوله على سوبر القرن. ده كلام الكابتن اسلام صادق اللي جوه كتير من جمهور الاهلي بينتقدوا، اي حد بيقول كلمه الحق جمهور الاهلي بينتقدوا. المشكله ان احنا لما بنيجي نتكلم تمام فبيجي لي كلام مالكش علاقه بالاهلي، اتكلم عن مشاكلكم انتوا بس. طب احنا بنيجي نتكلم عن مشاكلنا احنا بس، احنا دلوقتي عندنا مشكله مع الكاف، بالنسبه للكاف بيظلمنا، فتلاقي اللي بيساعد الكاف على كده واللي بينتقدنا ويدخل يتكلم عننا هو جمهور الاهلي ومش عايز نجيب سيرته. طب ما انتوا اللي بتتكلموا، نتكلم على لعيبه اتحبست في الامارات، انت مالكوش دعوه بالقصه ولا ليكوا علاقه بالحكايه. عندنا 3 لعيبه راحوا الامارات يلعبوا ماتش حبسوهم بطريقه مهينه، ده اهانه لمصر. فانا بتكلم بدافع عن 3 لعيبه زملكاويه مصريين. المفروض انت كجمهور الاهلي فلتقل خيرا او لتصمت، يا تتكلم كلمتين حلوين في حق الاثنين في ال3 دول، هم دول مصريين زيك، يا تسكت. لا تبص تلاقي جمهور الاهلي يهاجم وينتقد ويستاهلوا وقله الادب ومش عارف ايه. فانا كده هتكلم عنك، انا طبيعي كده انا هاجي اتكلم عنك بقى، هقول لك تعالى بقى، ما انت عندك لعيبتك 1 2 3 4 5 6 10 عملوا قبل كده نفس الكلام ده ومحدش بيعاقبهم. ما انت عندك لاعب ضرب فرد امن في مول ملوش علاقه باي شيء ومش عاوز يتعاقب، عندك لاعب ضرب لاعب في ارضيه الملعب وبطريقه يعني مش عايزين نقول اللي حصل تمام، ومع ذلك كلكم شفتوا طبعا يعني عارفين اللي حصل، ومع ذلك كنت بتدافع عنه. فانت النهارده هاجي اتكلم انا على لعيبتك بناء على ان انت اللي بتتكلم عني، انت مالك؟ انا عندي عقوبات في الكاف، فانا بعلق في عقوبات الكاف. الكاف غرم الزمالك 300,000 دولار لمجرد الزمالك اعترض على الحكم او لوح في مباراه لمده 30 ثانيه او 60 ثانيه ان هو ممكن ينسحب، مع ان الناس طلعت بعدها لك لا الموضوع ما كانش انسحاب ولا شيء، الموضوع كنا بنهدي اللعيبه لان عارفين لعيبه الزمالك ممكن تفك والاهلي متعود على كده، يجيب جون الفريق يفك الثاني الثالث وتبص تلاقي هيصه. لا احنا ما بقاش عندنا كده، عندنا لعيبه خبره، عبد الله السعيد بقى، شيكابالا برده خبره، زيزو، كل اللعيبه اللي موجوده، المسلوسي، عواد، كل اللعيبه دي بقت خبره، مش عايزين ننسى حد. ومدرب هادي هدى اللعيبه وقال لهم هنرجع وهنضغط، وبالفعل الزمالك بعدها الشوط الثاني كامل كانس الاهلي كان يقدر يخلص في الماتش. كل ده احنا بنتكلم عن لعبتنا، احنا بنتكلم عن نادينا، انتوا اللي بتدخلوا تكلمونا فبناء على ذلك بنرد عليكم، لكن انتوا خليكم في حالكم، انتوا بتقولوا انتوا نادي القرن واعظم نادي في الكون، خليكم في حالكم، احنا مالناش دعوه بيكم. هو انت مش عايزني ادافع عن لعيبتي؟ وانت مش عايزني اشجع ناديه مثلا عشان ارضيك عشان ابسطك لازم اطلع انتقد ناديه واشتم ناديه؟ لا. فاسلام صادق يقول كلمه الحق ينتقد، هو ما جابش سيره الاهلي، هو بيدافع عن الزمالك، بيقول لك في ناس بتخشى ان الزمالك يرجع سيد اسياد افريقيا ينتقدوه. يا عم هو في ايه؟ انتوا مالكم بالنادي الزمالك؟ انا مش فاهم. خالد الغندور يصدم الزمالك بشان موقف باتشيكو في قضيته ضد الزمالك. اوضح الاعلامي خالد الغندور محاولات مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن حسين لبيب مع البرتغالي جامي باتشيكو المدير الفني، وقال ان محاولات القلعه البيضاء بالوصول لباتشيكو من اجل تسويه مستحقاته المتاخره فشلت، خصوصا ان المدرب يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي، وتابع بجانب الى باقي عقده كامل، وحاول مسؤول الابيض الوصول للمدرب خلال الايام الماضيه من اجل تسويه مستحقاته
قبل 31 اكتوبر القادم. واضاف: وتاريخ الحكم بالقضيه، ولكن لم ينجحوا بالوصول للمدرب، والاتحاد الدولي قد اصدر قرار بالزام الفارس الابيض بدفع 450 الف دولار لباتشيكو. وختم هو ما رفضه البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر وينتظر الحصول على قيمه عقده بالكامل. عضو اتحاد الكره بيتكلم عن عقد كهربا سليم. انا مش فاهم، خلاص يا كهربا انت دفعتوا الغرامه وعارفين الكوبري اللي حصل، عملت داروا ايه؟ يعني ده احنا كل حاجه واضحه بالنسبه لكهربا. ده انتوا كهربا ده لو بصوا يا جماعه انا بقول لك حاجه والله، لو عمل ايه في الاهلي عمره ما يمشوه الا بالتراضي بمزاجه. ليه؟ ده لاعب عارف اللي حصل، لو طلع حكى اللي حصل كله هيتكشف. كلنا عارفين قصه كهربا، وكهربا ازاي مشي من الزمالك وازاي هربوه وازاي جابوا له نادي وازاي اتكلموا معاه، هو اكيد مسجل لهم. كهربا مش اهبل يعني، اكيد مسجل وعارف التفاصيل كلها. فعشان كده كهربا بيعمل اللي بيعمله وبعدين يرجعوه تاني يقول لك ايه اعتذر. الاهلي نادي المبادئ، غرامه الكهرباء ورجعناه مصر. يرجعوا مصر بعد البطوله، احنا خلاص قبلنا اعتذارك يا كهرباء، مفيش غرامه ولا في شيء، ويرجع التدريبات تاني. المهم تحدث محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق عن صحه عقد كهرباء اللاعب وبعض الاعلاميين المعروفين للجميع، والذي يحاول الحديث باي كلام ان عقده مع الزمالك لم يكن سليم وقيده لم يكن سليم، وهو حديث ضد اي منطق كون المحكمه الرياضيه اكدت صحه العقد وحكمت لصالح الزمالك. محمود الشامي اكد عبر تصريحات ان عقد اللاعب كان سليم وصحيح، مؤكدا ان وقتها كان في منصب مدير شؤون اللاعبين في الجبليه، واكد انه راجع العقد وقتها بحكم منصبه وتاكد ان العقد سليم. وكهربا وقع على عقود تمديد من نادي الزمالك بصوره قانونيه قبل نهايه الموسم. هذا الامر جائز قانونا حتى او حيث يجوز لاي نادي التجديد مع لاعبيه قبل نهايه الموسم، موضحا ان عقد كهربا في هذه الفتره كان لون واحد وشكل واحد ولا تغيير فيه. خالد الغندور قال الزمالك سيكون الاغنى في مصر خلال الموسمين القادمين وافريقيا. تحدث اعلامي خالد الغندور على الوضع المالي بالنسبه لنادي الزمالك وتحديدا خلال الموسمين من الان. خالد الغندور على عهدته اتمنى ان يكون الحديث صحيح، اكد ان الزمالك سيكون اغنى فريق في مصر وافريقيا خلال عامين. قال هقول لكم معلومه مؤكده مليون في المية، الزمالك في موسم 2026 2027 سيكون الاغنى في مصر وفي افريقيا، وسيسود النادي استقرار مادي غير طبيعي. لن اتحدث عن تفاصيل الان، لكن الايام بيننا وهناك اشياء ستحدث ستجعل الزمالك الاغنى في مصر وفي قاره افريقيا كلها. نامل من الله ان يكون الكلام ده صحيح، ونتمنى طبعا الزمالك يكون في افضل حال. لكن هي مشكله الزمالك مش في الاستقرار فقط المادي، مشكله الزمالك انت ممكن تعمل استقرار مادي والامور تمشي وتدخل رعايه وتدخل شركات وحاجات كتير جدا، وتبص بجره قلم يلغوا لك كل ده، بجره قلم يشيلوا كل حاجه. ده اللي بيحصل كتير مع نادي الزمالك. فهم لو يسيبوا الزمالك مستقر وفي حاله زي الاهلي، والرئيس النادي اللي يجي او اللجنه اللي تيجي او القائمه اللي تيجي اقصد او المجلس اللي يجي بانتخابات ويمشي بانتخابات بامور كويسه، الزمالك هيبقى مستقر. غير ذلك حاجات تانية خالص.